في ليلة غامضة، في يوم ما طلعلوش الشمس، حصلت جنين هزت المنطقة دي كلها. الحكاية بدأت بنقط دم ملت المنطقة، ومعاها بيختفي الناس، وكل الأدلة بتوصل لمخزن الكيميائي المستأجر اللي كل الشهادات أكدت إنه وراه سر خطير. وانا رايح اصلي الفجر شفته بيستلم حاجات من مندوب، والبلطو بتاعه كله بقع دم. ممكن تحط لي شويه دقه؟ انا لمحته اول امبارح هو طالع يجري وكان شايل كرتونه في ايده وعماله تنقط دم، بس انا خفت اتكلم، خفت احسن يعمل لي حاجه. اهدي بس اهدي، خش اعملي لي سندوتشين. انا سمعت صوت تخبيط وترزيع، قلت ده اكيد واحد بيخلص على ناس، بس لو كلها خايفه ومفزعه فانا المكنه عندي مرزعه. رزعه فعلا. زمان ودليل ورا التاني، وكل كلام الناس بيأكد نظرية واحدة بس. انتوا الاتنين يابا. نظرية إن المخزن ده كان ستارة لسلسلة جرايم، لحد ما حصلت المفاجأة. الو، ايوه انا وصلت اهو، والبضاعة معايا وبتشر دم. يلا سلام. الحساب يابا. الحساب يوم الحساب. ونعم بالله يابا، نعم بالله. هو ده. اعزائي المشاهدين في كل مكان، المتهم بيوصل لوكر الجريمه بتاعه وهو في حاله سوء الدم. ما قولك فهو منسوب اليك من جرائم، وما قولك في كل جرائم القتل والعمد والدم التي ارتكبتها لوحدك ما شاء الله. لا 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 لا، دي مش جرايم ولا قتل، ده مش دم. مش دم. ده سر الكلورايد، هنحط عليه امونيوم ثايوسيانات هيدينا شكل الدم الاحمر، ريد بلاد، يعني شكل الدم، شكله بس مش طعمه. هو حضرتك مصاص دماء ولا ايه؟ اسكت، انتوا ايه؟ مش متابعين دكتور نصر البطل ولا ايه؟ دي سيما يا غبي. ومش كل اللي بتشوفه حقيقة برضه، أصل الكيمستري تقدر تلعب بيك بغمضة عين، ومع دكتور ناصر البطل أنت هتقدر تلعب بالكيمياء وتعرف كل التركات اللي فيها. عشان كده بنقدم لك بوكس فيه كل اللي هتحتاجه للتجربة بكل المواد الكيميائية اللي هتحتاجها عشان تستمتع بالكيمستري. يعني كل ده بسبب دكتور ناصر البطل؟ انت متأكد ان انت ما قتلتش حد؟ لا، الاكشن ماليش فيه.